عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على قناتي علي رضا. كنتمنى تكونوا في احسن الاحوال وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم هذا الاقتراح، وصفات بسيطة وسهلة دائما في متناول الجميع. نتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، ما تبخلوش عليا بالاعجاب والاشتراك. منيا شنو غادي نوجدوا دابا؟ ندير واحد الغريبه بواحد الطابع بالكوك. والنص ديال هذا شحال دابا درتي؟ 125 غرام ديال الزبده، يعني النص ديال البواطه. نص البواطه. نديرو نص كاس ديال سنيده. حنا راه نقصنا شويه سنيده، راه ما درناش بزاف. نديرو كاس الارض، نص كاس ديال الزيت، ولكن مادام غادي نفندوها في سكر سنيده نقصنا لها السكر. واحد القبصه ديال الملحه، نص كاس ديال السنيده، ونص كاس ديال الزيت، قبصه ديال الملحه، 125 غرام ديال الزبده ديال البواطه. كما تنقول الطريقه والمكونات في نفس الوقت. غادي نكوها بواحد الساشي ديال الفاني. نزيدو واحد جوج معالق ديال الكوك. نمريهم مزيان. نزيد انا خدمتي باليسر انا بارك. وعندي حتى واحد المكون اخر غادي يزيدها حلاوه، لهذا نقصت سكر سنيده. عندي كريمه، عندي كراميل، الكريمه ديال الكراميل. زدنا واحد البيضه، زدنا ضفنا واحد البيضه وحده، وواحد المعلقه كبيره ديال الكراميل. صافي بعد ما خدمنا الزبده مزيان غادي نزيدو نضيفو ديك المعلقه ديال الكراميل، وكتعرفوا حتى هي حلوه داكشي باش نقصنا السكر. دابا هنا بقات لنا الخميره والدقيق حسب الخليط ديال الزبده. كنعتبروا لهذا الصوت ديال الطنجره ديال الضغط. حنا راه الغدا وكنقادو الحلوه. دابا كنضيفوا الطحين شويه بشويه. هي تقريبا غتاخذ ديك 4 ديال الكيسان وشي حاجه ديال الدقيق، ولكن هنا انا ما كنعبرش، كندير الدقيق حسب الخليط، وواحد الساشي ديال الخميره الحمراء. دابا غادي نجمعوا العجينه ديالنا ونعاود نرجع معكم. هنا كنجمعوا العجينه حتى كنحصلوا على القوام اللي بغينا، ما تكون خفيفه ما تكون قاصحه بزاف. هاد الغريبه اللي شاركت معكم غادي نخدموها بهاد المراشم هادو. صافي العجينه مزيان، هانتوما كتشوفوا راها لينه. وهنا حمرنا شويه ديال الكوك واللي غادي نفندو فيه. ما بقيتش غادي نفندها في السكر، وكندير المرشم على هاد الطريقه هادي. بركي مزيان باش تعطي. غادي نمشيو بهاد الطريقه حتى نرشموهم كاملين بهذا المرشم. كيف ما راكم تشوفوا كنفندوها في الكوك مقلي، وعاد كنطبعوها بالطبع. وكيف ما العاده هذا هو الشكل النهائي ديالها بعد ما طيبناها. كنسخن شويه الفران، كنديرها في الرف الفوقاني
حتى كتاخد الحموريه من التحت، عاد كنهبطها باش كيذهب الوجه ديالها. وهذا هو الشكل النهائي. وهذا الشيء اللي عطاتني داك المكونات اللي درت، عطاني هذا البلا كبير هكا. كتجي زوينه وهشيشه بهاد المكونات اللي فيها، ومكونات بسيطه. نتمنى الفيديو ديالي يعجبكم وينال الاعجاب ديالكم، ونخليكم على خير، ونقول لكم السلام عليكم مع بعض اللقطات ديال الحلوات اللي قدمت كاع في هذا الاسبوع هذا. خليتكم على خير، السلام عليكم. بهذه المناسبة نقدم واحد التحية كبيرة بالنسبة لمجموعة الصدق والتعاون والأخي أتوميكس فلوق وأخي قلب الإسلام. أخي أتوميكس كيدعم القنوات الصغرى والكبرى مفعلة وغير مفعلة، دعم صادق من فرنسا. أخي أتوميكس كيدعم وكيثبت في رمشة عين في ظروف نصف ساعة، واللي كيهمو الأمر أهلا وسهلا ومرحبا بكم. باش تشوفوا بعينيكم. ومشكور أخي أتوميكس على الدعم المتواصل الثابت اللي كيشهدوا به من مجموعة الصدق والتعاون. واللي بغى ينضم معنا المجموعة يخلي تعليق على هذا الفيديو. مشكورات جدا المشرفات والمشرفون، جزاكم الله خيرا. وتنشكر جميع من هذا المنبر، تنشكر جميع الأخوات والإخوان وأهل مجموعة الصدق والتعاون. ونخليكم على خير ونقول لكم السلام عليكم.